السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في قناه معلم قرة العين. كما كنتوا تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه الصابلي ديال زمان غير بحبه بيض وانتي وجدتيها في دقيقه. عندي 250 غرام زبده. بسم الله نبداو. كما كنتوا تشوفوا 250 غرام زبده تكون دايبه مخرجينها من قبل، وعندي كاس سكر كلاصي نغربلو ونخلط بالباتور حتى تولي لي شكل كريمه. نزيد لها حبه بيض كون خرجتها من قبل، القرصه ديال الملح ديما نقول لكم ما تنساوهاش، وعندي هنا شويه لافاني نضربهم مليح، نزيد لهم كاس مايزينا، خلطهم مع بعض. نزيد نضيف الفرينه تدريجيا حتى تولي العجينه ديالي طريه. نحبس ما تكتروش الفرينه، وعندي شويه لا ليفر باش ما يخسرليش الشكل ديالها. ما تكتروش الخميره كيميائيه. والفرينه كل الفرينه كيفاش ديما نقول لكم ماشي كيف ونخلطوها غير بالاصابع، نلموها العجينه ديالنا ما نعجنوهاش. انا خصني شويه فرينه زدت لها. كما كتشوفوا هنا العجينه ديالي طريه. دوكا نخليها تريح. نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. وهنا بعد ما ارتاحت جبت العجينه ديالي، عندي كيس بلاستيكي نحطه قبل باش تجيني سهله ونقدر نرفدها. والحبات يجوا كامل قد ما تجيش شغل فيها دودانات ولا تجي متساويه. كي ديري هذا الكيس بلاستيكي ويزيد يساعدك كي تحبي ترفدي الحبه ديالك. نحلها بالحلال. جربوا هذه الوصفه يا البنات، بزاف هايله. وكاين فرق كبير ما بين ديال الزيت والزبده اللي تخلطوهم وكي ديري زبده وحده. انا ما تعجبنيش كي نخلط الزيت صافي صابلي تقعد غير بالزبده هي اللي تجبنينا. كي ديري الزيت يتبدل الكو ديالها، وكل واحد كيفاش الذوق ديالو. انا المهم تعجبني بالزبده. هنا عندي المول شكل الورده وراح نزيد نحط له في الوسط نجمه. وانتم الطابع اللي يكون عندكم ديروا به الشكل اللي تحبوا ديروه. جربوها البنات ودعموني باش نكمل معكم في الوصفات وتكبر لمتنا. هنا درت بابي كويسون وراح ندخلهم في الفرن على 180 درجه. نطيبها غير من التحت البنات، ومن بعد نشعل لها كي طيب لي من التحت نشوفها ولات لي حمراء شويه. من الفوق نشعلها غير شويه هكذا، ما نخليهاش حتى تولي دوغي ولا نحبها بيضه. انا من الفوق صافي ما نطيبهاش بزاف الفوق، نطيبها غير شويه قسمه تشد روحها وصاي. انا بعد ما طيبتها شوفوا كيفاش ومن الفوق بيضه. ودوكا نزينوها بالمعجون ودرت له كولور احمر. نحكم الحبه ديالي ديال الصابلي، نخلط هذاك ملح المعجون وندير لها شويه ما هكذا باش تلصق لي الحبه برك. كي ندير الحبه الدوزيام فوقها نزيد نعاود نعمر هذيك النجمه باش يجيني الشكل ديالها شباب.
اذا عجبت لكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع احبابكم وصحاباتكم، ودعموني بلي كومونتير شابين، وما تنساوش تفعلوا الجرس والاشتراك في القناه. ومرحبا بكم اللي دخلتوا كامل جدد، وعلى دعمكم لي كومونتير ديالكم شابين كيما نتوما شابين. ان شاء الله ربي يقدرنا ويوفقنا نمدوا لكم غير الوصفات الناجحين، واللي مجربتهم ما نجيب لكمش حاجه منا ولا حاجه ماشي ناجحه. وتحبوا ديروا تاني من الفوق سكر غلاس من الفوق الحبه ديالكم، وتقدروا تخلوها كيما بلا سكر. انا نوعت، كاين اللي درت لهم وكاين اللي ما درت لهمش. ولا تحبوا تزينوها بخطوط شوكولا، ولا كل وحده كيفاش تحب تزين، تزيين اختياري. انا البنات ها صابلي ديالي كما راكم تشوفوا. انا بدلت الاشكال، نتوما ديروا الاشكال اللي يكون عندكم، المول اللي يكون عندكم ديروا به، وجيدوا في الفم البنات. كيفاش راه يتفتت البنات. ها اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا باش يوصلكم كامل جديد.